قلعة الشوبك. قلعة الشوبك وتسمى قلعة مونتريال بمعنى الجبل الملوكي. في عام 1115 الموافق ل509 هجرية قام ملك الفرنج بلدوين الأول بحملة عسكرية، فعبر وادي عربة حتى وصل إلى الشوبك الغنية بالأشجار الكثيفة والينابيع الطبيعية، وشرع في بناء قلعة الشوبك ضمن إطار مشروع عسكري يهدف إلى تقوية الحضور العسكري الفرنجي في المنطقة، وأطلق عليها اسم كرك مونتريال. لعبت القلعة دوراً مهماً أثناء الحروب الصليبية، إذ كانت تساعد على قطع طرق المواصلات للقوافل التجارية والحملات العسكرية بين مصر ودمشق، إلا أن صلاح الدين الأيوبي ضرب عليها حصاراً شديداً في سنة 1187 أثناء توجهه نحو معركة حطين، ونجح بعد سنتين من الحصار المستمر بالاستيلاء عليها، وبسقوطها انتهى الوجود الصليبي في الأردن. ضرب المنطقة زلزال في سنة 1211 ميلادية، أسقط عدة أبراج منها وقتل الكثير من سكانها، لكن المعظم عيسى أعاد بناءها وزرع الأشجار والبساتين من حولها. آلت قلعة الشوبك إلى سلطان المماليك بعد زوال الدولة الأيوبية، وشهدت أثناء ذلك عدة أعمال بناء وترميم في القرنين الثالث والرابع عشر الميلاديين، وتم تجديد بنائها وكتبت عليها بعض النقوش بالخط الكوفي التي تذكر بعض السلاطين المملوكيين ومنهم الظاهر بيبرس. وقعت قلعة الشوبك تحت سيطرة الدولة العثمانية عام 1516 فأهملت، وقد ذكر أن إبراهيم باشا قام بنسف أجزاء من القلعة بالديناميت عام 1840 ميلادية، ونتيجة لذلك انحدرت الشوبك وصارت قرية صغيرة. تتكون قلعة الشوبك من أبنية متعددة من الحجر الأبيض، وما زال فيها بقايا من الحمامات والسراديب والآبار والبوابات والأقواس، وفيها 3 أروقة، إضافة إلى احتواء القلعة على كنيستين و9 أبراج منها الدائري والمستطيل والمربع. وقد تزينت القلعة ببعض الكتابات والزخارف.